السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم متتبعين القناة الأوفياء؟ كنشكركم بزاف على كل ما كتخليوه ليا من كلمات. في حقي كلمات اللي كتعطيني واحد الطاقة باش نزيد نعطي أكثر وأكثر. جزاكم الله خيرا، ومرحبا بكل من كيشاهد القناة من داخل المغرب ولا خارج المغرب. بالاستغفار وبالصلاة على الحبيب نبداو الفيديو اليوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هاد الخبيزات اللي حضرتهم بلا دقيق أبيض غادي نشاركهم معكم، وبالمحسن اللي ما بقاش كيخطاني غنشارك معكم تجربتي مع الصيام المتقطع اللي كنت دويت لكم عليه. هو واحد الاخت متتبعه وفيه خلات لي تعليق، قالت لي شاركي معنا الصيام المتقطع وكيفاش كتدوزي النهار ديالك به. ان شاء الله غادي تتابعوه في هذا الفيديو، وبسم الله على بركه الله. غادي نجيب انا القصريه، غندير فيها دقيق الفينو او السميد الناعم وعلى حسب الكميه اللي بغيتو. انا تقريبا درت هنايا 2.5 ديال الفينو المغربل، وعندي فرينه البلديه. بغيتو ديروا غير الفينو مع الدقيق القمح الكامل ديروه. انا درت الفينو مع فرينه مع واحد زلافه ديال دقيق القمح الكومبلي بنخالته. غندير القياس ديال الملح، بغيتو ديروه مسوس ديروه. درت الخميره هنا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. درت واحد معلقه صغيره ديال العسل، وهذا هو المحسن. غادي نعجن به هاد الخبيزات. انا راه استعملته في بزاف ديال الصراحه، درته في المسمن. ان شاء الله نشارك معكم المسمن بهذا المحسن. درت 2 هاد الكويرات اللي كنت دايراهم هنايا عازلاهم، انا كنخليهم غير في الثلاجه لتحت. وغادي نضيف الماء دافي، وغادي نرخف هاد المحسن. غنرخفو. انا كنت وعدتكم غادي نديرو بدقيق الشعير، وانا قلت نحيد بعدا هذا نخدم به، ما يبقاش عندي ضروري ما نخليهش يضيع. خدمت به، منين نكملو غادي نشارك معكم محسن بدقيق الشعير. غادي نرخف هذا مزيان. هانتوما شفتوا كيولي مطلوق، وكنضيفو على العجين على داك الدقيق، وكندير الماء دافي وكنعجن وكنرخف. بغيتو ديروا العجانه خدموا بها. غادي ندخل الماء الكافي. بغيتو تنسموا هاد الخبيزات بالنافع ولا بالكمون، بالجنجلان لداخل اللي بغيتو، باش ما بغيتو ديروهم لداخل. بغيتو تكتفيو كيما درت انا، خليتهم ما فيهم والو، ما نسمتهم بوالو من الداخل لان غنزينهم من على برا. وغادي نعجن ندلكها مزيان. كندخل قياس الماء وكندلك ونعجن نرخف. ضروري حنت الفينو كيبغي شويه دليك، ضروري ما تدلكوها، تديوها وتجيبوها وتزيدوا الماء حتى كتبان لكم القياس ديال الماء راه دخلاتو. وكندهن شويه بالزيت، حيت غندير السلوفان باش ما يلصقش لينا عليه. غطيو عليها بواحد المنديل ديال الكوزينه، شي قراص هكا اللي كتقرصوا به الخبز، وكتخليوها حتى كتبان لكم ضاعف الحجم ديالها. وخمرات كنعري عليها وكنحيد داك الفائض. تبارك الله راه جات طايعه. هانتوما عرفتي دارت داك النبيبيلات في العجينه. غنديها ونجيبها تاني، وغادي نبدا نقطع القياس. خبيزات بغيتو تعبروهم باش يجوكم قادين في الوزن، ما بغيتوش ديروا عينكم ميزانكم. انا درتهم الخبيزات صغيورين، غنقطعهم كاملين. ها نتوما شفتوا هذاك العجينه تفاعل داك المحسن مع الخميره، وكتجي القوام ديالها مخيره. الصراحه جربوا هذا المحسن في كاع العجينه ديالكم، في القرص، في المسمن. يعني وضفوه في بزاف المسائل، راه زوين، خصوصا الا كان بالشعير ولا بدقيق القمح الكامل كيكون افضل.
وبغيتكم تدخلوا عند هاد الاخت مولات المحسن اللي خديته من عندها. سميت القناه وصفات من مطبخي البسيط ان. غتلقاو الاسم ديالها في صندوق الوصف. هنا غادي نجيب دوك القريصات، غادي نلولبهم وغندوزهم في الماء. انا عندي هنا جنجلان منقي، كان عندي مصهد هي شويه، ماشي كاع محمر، ولا الا كان خضر كاع ما تتصهدوه. كنديرهم في الماء هكا، وكنديرهم في جنجلان. عندي هنا زرعه الكتان منقيه حتى هي. وباش ما بغيتو نتوما تفندوهم، نوعوا بحال هكا، بغيتو تزوقوهم عندي زريعه ديال القرعه وزريعه ديال نوار الشمس اللي كنت حضرت بهم دوك الخبيزات، والميني باغيت اللي بالزيتون حتى هما غادي ندوز فيهم شي حبات. بغيتوش ديروا هاد الماء حتى تحطوهم ورشوا بداك البخاخ اللي كنديروا فيه الماء، كنديروا فيه البيض، ديروا فيه الماء ورشوا به. كتكون خاصه للكوزينه هذيك حتى هي، غادي نرش بها انا حتى نبغي نطيبهم. انا درتهم في الماء وكيتلبسوا ليا بالحبوب اللي عندي. هذه زريعه القرعه وزريعه نوار الشمس مخلطين، وزريعه الكتان وجنجلان البافو. من بعد غادي نوضعهم في واحد اللاطه. فرشت ليهم انا الورق ودهنت هذاك الورق، لان واخا كنديروا هذا الورق تيلصق. دهنته وحطيت الخبيزات. منين حطيتهم كاملين عاود قرصتهم، ما تخليوهمش هكاك باش ما تجيناش البابه فيهم كثيره. فهاد الاثناء انا سخنت، درت الفران يسخن، وكندوز عليهم بواحد الموس ولا شي رازوار ديال الكوزينه، وكتغطيو عليهم يخمروا تاني مره الثانيه باش يطيبوا. الكميه اللي بقات ليا غادي نديرها في الشوفان. انا لولبتها ودرتها في هاد الاثناء انا راه مكنلولب، ما كندير لا فينو لا دقيق لا حتى حاجه. كتمرمدوهم بوحدهم بلا حتى شي حاجه، وكديروهم في الماء وكتفندوهم. هنا درت السميده رقيقه. اللي ما بغاش خبيزات فيهم زريعه الكتان ولا ماشي كلشي كيبغي الحبوب في الخبز، هادو درتهم غير بالسميده وهادوك بالشوفان. وغادي نعاود نقرصهم، درتهم في لاطه بوحدهم ونغطي عليهم. درت ليهم الموس حتى هما حتى كيخمروا. كتحطوا صبعكم كيبان لكم خمروا، كتشعلوا الفران على اعلى درجه، ولا كان ديال الضو كديروه في 240 وكطيبوهم. كيبغوا الفران سخون. مره من يلاه كندخلهم كنرشهم بالبخاخ اللي فيه الماء دافي شويه، وكنهبطهم ثاني يتحمروا من الوجه ديالهم. ملي كيتحمروا ثاني من الوجه ديالهم كنكملوا الكميه كلها. كتراقبوهم في الطياب. المهم الفران خليوه حتى يسخن، كيولي سخون، يعني ما كيبان لكم راه صافي ولا سخون، ما كاينش فين، لان الا دخلتوه الفران بارد راه كيقصاح لكم الخبز. وهانتوما تشوفوا من الداخل كي كيجيو مفشفش هذاك الخبز ورطاب كلهم، لا اللي بجنجلان ولا اللي بزريعه الكتان، اللي بالشوفان بالسميده. نوعوا خبيزات ديالكم كيف ما بغيتوا وبالفينو، راه شفتوا ما فيهمش لا فورس لا والو. تقدروا ديروهم بدقيق القمح الكامل بوحدو. انا غنشارك معكم خبيزات بدقيق الشعير محرشات غزالين. هنا انا غادي نشارك معكم صيام متقطع ديالي كيف ما وعدتكم. انا ملي كنفيق في الفجر كناخذ هاد الغراف هكا ديال الماء دافي، كيكون عندي ماء طايب يعني مغلى، كنزيد عليه الماء معدني اللي كنشربو. كنخلط هكا، ولا ملي كنبغي نعمر مثلا اتاي كناخذ من داك المقراج كيكون طايب وكنخلطو باش نقدر نشربو ديك الساعه. وكندير معاه واحد 2 حبات ديال التمر كنشربهم. وكنبقى هذا هو اللي باش يعني كنسهل حتى الهضم. هذا الماء مغلى مع التمر كيسهل ليا الهضم ديال المصران، ما كيبقاش عندي المصران مقبوط. من بعد كنبقى هكا حتى الوجبه. يعني انا كندير كل 8 ديال الساعات كندير 2 وجبات في النهار.
وكنصحكم افضل كوتش اللي كتقدروا تبعوا معاه الحميه وتبعوا معاه يعني صيام متقطع ونصائح، هو الكوتش محمد صابور. يعني تبعوه غادي تلقاو جميع النصائح وتا الكميه غيعطيوكم. يعني هو في التغذيه ولا في الحميه ككوتش، وانا كيجيني هو احسن من بزاف ديال لي كوتش. يعني كيبسط الصيام متقطع، تعطيكم نصائح في التغذيه بلا ما تحرموا روسكم يعني من بزاف د الحوايج. هاد 8 السوايع يعني ما بين الوجبات راه كتاخذوا سوائل، كتاخذوا قهوه مسوسه، كتاخذوا اتاي هكا مسوس. المهم كتحيدوا المعجنات، كتحيدوا الدقيق الابيض، السكر، الملحه راه كتنقصوا منها شويه، وضروري ما غتلقاو تحسن كيف ما لقيتو ان شاء الله. انا درت هاد اليوم كان عندي انا الخبز حيدته نهائيا، كناخدو تقريبا 2 مرات في الاسبوع. وهنا غادي ندير غير شلاضه، درت الخس، درت الخيار، درت مطيشه، درت الفلافل مشويه. وطبعا بالكميه ماشي ما نكتروش، تاني عندنا غير يعني طبيصيل. انا غير هنا شاركت معكم هذا، ولكن راه ما غاديش ناخدو كامل. درت الدنجال شويتو كيجي رائع في شلاضه. الباربه حتى هي كانت هذيك طوماط سوريز ديروها. وغادي ندير هنا الخيزو اللي حكيتو، غادي نزيدو انا من بعد غنجي حكيتو خليتو في الثلاجه عاد غنتفكروا غنزيدو من الفوق. وهنا كندير واحد الريس ديال الثومه مع هاد الصلصه ديال اللي غادي نديرها الشلاضه. كندير شويه الكمون وشويه الملحه وعصير ديال الحامض ولا الخل الابيض وشويه زيت بلديه، شويه البزار، وكندير من الفوق هذه شلاضه كامله مكموله. نهار ديال الخضره تاني راه كندير شويه تبسيط ديال الشلاضه مع واحد الطبق ديال الخضره، كنطيبها غير في الطنجره ولا كنبخرها مع شويه ديال الصدر ديال الدجاج ولا شي جنيوح هكا ديال الدجاج. المهم ضروري من البروتين او لا البيض، ديروا معها الطبق ديال الشلاضه شي 2 حبات ديال البيض. انا هنا عندي شلاضه وغندير معاها واحد الكغاتان ديال القرعه، خديت منه واحد طريف تقريبا ما تفوتوش واحد 80 غرام حتى 100 غرام من هذاك الكغاتان، لان فيه كل شيء، فيه الفرماج، فيه يعني كامل ومكمول. هي هذه الشلاضه ديالي اليوم، هذه غادي ناخذها في الغداء مع داك الكغاتان. وبالليل كناخذ ثاني اتاي هكا مسوس. بغيتو ديروا شوربه ديال الخضر، المهم واحد زليفه فيها شوربه ان شاء الله غنشاركها معكم. او لا كتكون واحد المقله ديال الخضره غير خيزو والبطاطا، يعني خيزوه غير وحده مع بطاطا صغيره مع القرعه صغيره حتى هي حبه وحده، كديروها مقيله مع الفرماج، كتكون وجبه كامله بلا خبز بلا والو، كتحسوا براسكم شبعانين. هاد 8 السوايع يعني كافيه، كتحسوا براسكم من المعده كترتاح الذات ديالكم من السموم ومن شحال من حاجه. كنحيدوا يعني المناضه، كنحيدوا كاع المياه الغازيه، المشروبات الغازيه كنحيدوها. هذا واحد الكغاتان اللي جا روعه غنشاركو معكم. ما بغيتش انا نحطو لكم هنا لان باش ما يجيكمش الفيديو ثاني طويل بزاف. القرعه ما تياكلوهاش الوليدات بزاف، ولكن هاد الكغاتان والله ما غيعرفوش كاع واش القرعه. غادي تدخلوا فيه بزاف ديال الحوايج، يا بطاطا يا خيزو يا فلافل. انا غنشاركو معكم ان شاء الله بوحدو. كان هذا هو النهار ديال الصيام ديالي المتقطع، خفيف ولقيت عليه راحتي الصراحه. وانا راه نقصت تقريبا 5 كيلو في واحد 3 الاسابيع، ومازال راه ماشي، كاين بعض المرات اللي كيغفل الانسان. المهم شويه شويه كنكثر من شرب الماء ضروري 1 3 لتر في النهار. ونحيدو كاع المعلبات، نحيدو الفورس انا راه حيدتو. الخبز نقصت منه تقريبا بزاف، كناخذ غير بحال هكا دقيق الكومبلي ولا كيكون بلا فورس بلا فينو.
نتمنى يعجبكم الفيديو اليوم الاقتراح ديال اليوم، وان شاء الله شاركوا الفيديو باش تعم الفائده. ومرحبا بكل اقتراحاتكم تعاليقكم الرائعه، شكرا لكم جزيلا. وودعتكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.